السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن نشرة أخبار المسائية لهذا اليوم السبت. خليكم على الفيديو، ما تنسوش ديروا واحد لايك إلا عجبكم وتشتركوا في القناة باش ننزلوا المزيد من المقاطع ديال الأخبار. نعود وطنيا مع اتساع نطاق هطول الزخات الرعدية لنهاية شهر غشت وبداية شهر شتنبر. مديرية الأرصاد الجوية تؤكد بأن زخات رعدية قد تصل إلى 30 ملم مصحوبة بحبات البرد أو التبروري وبهبات رياح ستهم كل من الرشيدية، ميدلت، بولمان، قرسيف، جرادة، توريرت، وجدة، أنجاد وبركان. الجهة الشرقية إذن من الجهات التي همتها نشرة الأرصاد الجوية لهذا اليوم هي تساقطات مطرية بكميات متفاوتة أعادت الحياة للعديد من الأنهار والوديان، بل وأنعشت آمال المزارعين خاصة من مالكي حقول الأشجار المثمرة. النموذج نتابعه من جماعة ملقا الويدان بإقليم توريرت في روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميراش. بعد طول جفاف أتى على الأخضر واليابس نقطة ضوء تلوح في نهاية نفق الظرفية المناخية الصعبة، فعودة السحب إلى سماء جهة الشرق خلف تساقطات مطرية متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية خلال اليومين الماضيين بجل مدن وأقاليم الجهة. أمطار نفخت روح الحياة مجددا في الأنهار، كما هو الحال هنا بوادي ملوية على مستوى جماعة ملقا الويدان بإقليم توريرت. المجاهدة الرعدية ماشي غير وحده، كيمشي وتجي، كتمشي وتجي، تمشي وتجي، يعني مجهد. كاين شي اضرار شي خسائر؟ ايوا هنا لا، هنا ما وقع والو، هنا لاباس. ايوا الحمد لله على هذا الماء، والحمد لله الزيتون غيكون مزيان والناس راهم مخيرين، الحمد لله. السدود ان شاء الله كل شيء يعمروه. ارتفاع حقينة السدود ليس الأثر الإيجابي الوحيد، فالزخات الرعدية يرتقب أن تنعش أيضا غراسة الزيتون التي تمتد على مساحة تفوق 16 ألف هكتار بإقليم توريرت بإنتاج يفوق 40 ألف طن. المزارعون هنا بدوار ولد علي بن وكيل بجماعة ملقا الويدان يتنفسون الصعداء. الناس غادي تستنفع من الواد، دابا من جا الواد غادي تستنفع. راه في الأول كان الجفاف، الزيتون كان ذبال، اللي عنده فصان حرقت، اللي عنده الكسيبه هي ما عندهاش فين تسرح. ودابا راه من جاب الله هذا الاشتياء هذه، ونطلبوا من السلطات تكون معنا توقف. القضيه ديال هاد الزيتون هاد العام عندنا رقيق وما عندناش الماء عندنا قليل، ولكن رحنا كنطالبوا الناس يعاونونا على هاد الكوتا اللي راه عطانا مشروع هاد الدوله، ودابا عندنا الماء قليل. ندرة يأمل المزارعون أن تقل حدتها بمزيد من التساقطات المطرية لتغذية الفرشة المائية ووضع حد لمشكلة الإجهاد المائي واستعادة المراعي للون الأخضر والتخفيف من عبء الكلأ الذي أرهق أيضا مربي الماشية بالجهة. هذه البلاصه سميتها الدوار سيدي محمد الزروات تابعه للجامعات الترابيه المرس. هذه المنطقه كتعاني بزاف، ماشي اول مره. هذا المنظر راه داز في 2008 وكثر من هذا الشيء، وداز بزاف د الحوايج. راه كاين الخساره في التساقيات وفي بزاف د الحوايج. اودي هذا الشيء راه كيأثر على السواق ديال باش كيسقيو الناس، وهاد والكسابات حتى هما كيكونوا مضرورين. ايوا انت بطبيعه الحال القنطره انت كتشوف هذه خاويه من التحت، هذه راه خطر. اذا جات الكاميو مثلا، الكاميو اللي ثقيله بزاف راه غتغطيها. اذا جا شي واحد راه عنده الكاميو راه غطيها. وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا هذا المنظر، هما كيشوفوا. ايوا يديروا شي حل لهاد القنطره ديال ايت مخشون راه مشات، وهذه ديال رزيق حتى هي مشات، وهذه ديال تاغزوت ولا سوشار حتى هي مشات، و ديال المرس راكم شفتوها حتى هي راه كيعانيو الناس. راه البارح راه تسوقنا للمرس، راه الناس كينزلوا لهذه الجهه، راه ما كيوصلوش للمرس. انا حاليا جيت من مصدر مرموشه في اتجاه سكوره. ارتأيت ان ملي وصلت لهذه البلاصه بدات الشتا كطيح، ووقفت
وكتب لي الله حتى شفت هذا المشكل هذا اللي طاري دابا بالنسبه للفيضان اللي كاين دابا حاليا. ولكن بالنسبه لهذه الطريق هذه صعيبه شويه بحكم التساقطات المطريه والفيضانات اللي كيوقعوا. بحال هذه مازال مسلكه، يعني ممكن ندوزو من هذه الطريق هذه، ولكن صعيبه بحكم انها خاويه من التحت، يعني ما يطيقش بنادم باش يدوز، فهمتي. وبالنسبه للمرس في الخرج، هذا المرس كاينه وحده تما هي صعيبه على الارض وصعيبه بالنسبه للانسان باش يتنقل للمرس ولا يجي من المرس، يعني خص يوقف مده حتى دوز داك الماء. يعني الا كان شي مريض ولا شي حاجه راه ما يمكن ليش يمشي لا البولمان لا السكوره، يعني داك الواد كيوقف حركه المرور. يعني كنطالبوا الجهه المعنيه يعني ينشئوا قناطر، يعني قناطر يعني اللي ممكن تساعدنا باش نتنقلوا من بلاصه لبلاصه، بالخصوص على هذه الاوديه. يعني الاوديه كيكون فيها الفيضانات، كيكون الماء كثير، يعني ما كرهناش يديروا شي قناطر يعني في المستوى. وإقليم الحوز أيضا سجل في الأسبوعين الأخيرين تساقط أمطار مهمة. من الحوز سنتعرف معكم على واحد من أكبر السدود المائية بجهة مراكش أسفي. سد أيت زيات بمرتفعات الحوز بلغ مراحل متقدمة من التشييد، هو خزان مائي لتوفير مياه السقي ولحماية عدد من الجماعات الترابية من الفيضانات. نتابع الروبورتاج للحسن هبان وعادل الصيلاني. يقدر عجز الموارد المائية بجهة مراكش آسفي سنويا بحوالي 200 مليون متر مكعب. تبذل الدولة جهدا كبيرا لإنشاء سدود جديدة في هذه الجهة، سدين قيد الإنجاز الآن بسعة تخزينية تتجاوز 220 مليون متر مكعب. نحن هنا في مشروع سد أيت زيات. لحد الساعة فنسبة تقدم الأشغال تبلغ 66%، ومن المرتقب إن شاء الله الانتهاء من هذه الأشغال في نهاية سنة 2025، علما أنه قد تم تقليص المدة التعاقدية بما لا يقل عن 20 شهر، وذلك مراعاة للظروف الجفاف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا مؤخرا. أهمية هذا السد الكبير يسهل فهمها أثناء زيارة الدواوير المجاورة لهذا المشروع هنا في جماعة تيديلي مسفي وبإقليم الحوز. الواد ديما كيحمل العام ديما كيشتا كيحمل مزيان، وداروا هذا البراج بالنسبه ما كاين الازمه ديال الماء بزاف، وباش يجمع دوك الماء ما يضيعش، غير ما يضيعش. بالنسبه لهذا المشروع هذا عنده واحد واحد الاثر ايجابي على الساكنه المحيطه بالسد. حنا كنهضروا دابا على المساله ديال تزويد الماء الصالح للشرب المنطقه وحتى المنطقه ديال مراكش والمناطق المجاوره، وكذلك تزويد بالماء ديال السقي بالنسبه للاراضي اللي جات في السفينه ديال السد. وقد تم برمجة مشاريع تفوق 6 ملايير درهم في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بجهة مراكش أسفي لتلبية طلب ما يفوق 4 ملايين نسمة من ساكنة هذه الجهة. وضمن الحلول المبتكرة للحفاظ على المياه سنتوقف معكم عند عمليات غسل السيارات، فبدل الطرق التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء هنالك طرق مبتكرة مثل تنظيف السيارات بالبخار وبأجهزة حديثة لترشيد المياه. نتعرف على نموذج لهذه التجربة من مدينة بني ملال في روبورتاج عبد الصمد الطعام. تستهلك عملية غسل السيارات عادة كميات كبيرة من الماء في ظل محدودية الموارد. هنا تبرز أهمية الغسل بالبخار الذي يساهم بشكل كبير في تقليل الاستهلاك، عكس الغسل التقليدي الذي قد يتطلب أكثر من 100 لتر. راه ما كنفوتوش في الطوموبيل 2 ديال لترو، وخاصكم تعرفوا ان الماء اللي كنستعملو هو لو ديستيلي ولا مينيرال، يعني ما كنستعملوش لو بوتابل، ما كنستعملو ماء ديال البير. فعوض حفر بئر وتجهيزه كجل محلات غسل السيارات، قررت هذه الشركة الناشئة الاستثمار في آلات التنظيف بالبخار الصديقة للبيئة. المشكل ديال الجفاف اللي حنا كنلمسوه كساكنه ديال المدينه، من حيث ان الماء ولا كيتقطع عندنا، يعني ولينا كنفكروا شنو هي الحاجه اللي حنايا نقدروا نخدموا بها ويقدر يخدم بها البلاد، يعني كما تنقولوا نتنفعوا حنايا، ولكن المنفعه العامه هي الاساسيه. تتطلب مثل هذه الحلول استثمارات في المعدات والتكاوين، وربما تحتاج إلى تشجيع، فهي ذات أثر اقتصادي وبيئي إيجابي. لا فاكتور
فاكتور ديالنا الوغ ما كتفوتش عندنا 30 درهم. يعني 30 درهم راه ما يمكن دير بها حتى حاجه، يعني راه كتجيك غير لا فاكتور ديال المكانه وصافي. الميساج اللي كنبغيو ندوزوه لجميع لافاجات ديال المغرب وخصوصا لافاجات ديال المدينه ديالتنا وديال لا ريجيون ديالنا، انهم خاصهم يقلبوا على حلول بديله سيرتو هذا المشكل اللي كتعاني منه الدوله، حيت هو صراحه الحل الوحيد اللي غادي يعاوننا واللي غادي يحافظنا على الفرشه المائيه ديالتنا. تقنية ذكية وسهلة التنفيذ، ومع ذلك يعتمد انتشارها على زيادة الوعي البيئي والاستعداد للتغيير.